الفيلم كيبدا بجوج الناس كيوصلوا للساحل الذهبي. الراجل سميتو غريغ وصديقته سميتها هيدز. كانوا جايين لهنا باش يجربوا تجربة الغوص مع القروش في البحر. من بعد كيتصادفوا مع تيكور مول المركب، وتيكور كيسلم عليهم وكيرحب بهم. كيسولهم واش مزوجين، كيجاوبوه لا، غير كانوا في واحد الرحلة مع صحابهم ولكن غلبهم النعاس وهما مشاو وخلاوهم. تيكور كيقول لهم يعني حتى واحد ما عارف بلي نتوما هنا بوحدكم. هيدز كتستغرب من سؤاله وكتبدا توتر منه. من بعد كيركبوا في مركب تيكور باش يجربوا تجربة الغوص. تيكور كيعاود ليهم كيفاش نجا ملي كان صغير من هجمة قرش كبير. كيقول لهم كنت كنلعب باللوح ديالي في البحر وفجأة بان قرش وعضني وقدرت نعيش بمعجزة، وكيوريهم البلاصة اللي تجرحات. هيدز كتقول ليه ما يمكنش نتيق باللي رجعتي للبحر تاني من بعد داكشي اللي وقع ليك. ملي كيوصلوا لواحد البلاصة معينة، تيكور كيلوح الطعم للقروش باش يتجمعوا عند المركب. غريغ وهيدز كيوجدوا راسهم باش يهبطوا للماء، وهيدز كتخلع ملي كتشوف القرش في البحر وكترفض تنزل. تيكور كيهديها وكيقول لها حاولي تريحي راسك. كيخليهم يغمضوا عينيهم ويتنفسوا مزيان، وهو كيغني ليهم وكيزول منها الخوف والتوتر كامل. من بعد تيكور كيسد عليهم القفص وكيهبطهم في الماء. كيشوفوا بزاف ديال القروش دايرين بيهم. هيدز كتخلع ولكن غريغ كيهديها وكيستمتعوا بالمنظر. من بعد شويه د الوقت كيخرجوا من القفص وكانوا فرحانين بزاف. لكن فجأة تيكور كيضرب غريغ بموس وكيقتلو وكيلوحوا في الماء، وكيقول لهيدز مرحبا بيك في المركب ديالي، وهي كتصدم وكتبدا تغوت. في واحد البلاصه قريبه كنتعرفوا على واحد البنت كتركب على الامواج سميتها هانا. ومن بعد كنشوفوها خارجه من سوبر مارشي وكيبان انها سرقات بواطه ديال لاكلاس وخباتها في العصير. وكيوقفها واحد الولد سميتو موسى وكيطلب منها المساعده حيت طوموبيلته خاسره، ولكن هانا كترفض تعاونو. فموسى كيساومها وكيقول لها الا ما عاونتينيش غنقول لمول السوبر مارشي بلي انتي شفاره. صافي كتوافق تعاونو وكتركبوا معها في طوموبيلتها وكتوصلوا لطوموبيلته، وكيربطوا الطوموبيلات ببعضياتهم بكابل ديال الضو باش طوموبيلته تخدم. وملي كيديروا هادشي موسى وهانا كيكتشفوا بجوج باللي كيحبوا ركوب الامواج، فكيبقاو يهضروا عليه وعلى حوايج اخرين في حياتهم وكيتعرفوا على بعضياتهم كتر. وهانا كتحسوا شخص ظريف وكتستلطفوا من بعد ما كانتش حامله. طوموبيلة موسى كتخدم وموسى كيشكرها على المساعدة وكيدوزوا الليلة كاملة مجموعين. وموسى كيسولها علاش بغات رياضة ركوب الأمواج. كتقول ليه حيت كنبغي البحر وحاولت نبغي بزاف د الحوايج على برا البحر ولكن ما قدرتش، وهو كيتعاطف معاها. من بعد موسى كيوجد العشاء ليه والهنا، ولكن كيكتشف باللي هي خدات طوموبيلتها ومشات. هانا من بعد ما بعدت على دارو كتوقف قدام البحر وكتتعشى في طوموبيلتها، وكانت باغا تركب الامواج ديك الساعه ولكن كتكتشف باللي نسات ساروت الزلاجه في دار موسى. فمشات لواحد الطوموبيل كانت واقفه حداها وكيخرج مول الطوموبيل اللي هو تيغر وكتطلب منه الساروت ديال اللوح، وهو كيوافق يعاونها وكيكون معاه الساروت وكيقول لها انتي شجاعه بزاف حيت غتركبي الامواج في هذا الوقت بالليل، وموراها كيمشي في حاله. موسى كيصيفط ميساج لهانا وكيسولها علاش مشات، فكتقول ليه حيت كنبغي نركب الامواج في هذا الوقت، وكيتفقوا باش يجي يلتحق بها. ولكن فجأة تايغر خنق هانا بخنشه وخلاها تفقد الوعي. من بعد خطفها وحطها في تابوت وربطها مزيان وساق بها حتى للشاطئ الذهبي ودخلها للباطو ديالو. ومورا شويه د الوقت موسى وصل ووقف جنب الطوموبيل هانا، وملي ما لقاهاش في الطوموبيل قرر يعيط ليها وتصدم ملي سمع صوت تليفونها في الطوموبيل وظن باللي هانا نزلات للبحر. في نفس الوقت هانا فاقت ولقات راسها مربوطه بالمينوط وهيديز مربوطه في الفراش اللي حداها. سولاتها انتي شكون وحنا فين؟ هيديز قالت ليها احنا مخطوفين. وهانا بدات كتغوت ولكن ما كاين اللي يسمعها حيت كانوا في وسط البحر، وتايغر كان كيسمعها كتغوت وما مسوقش ليها. وهانا قلبات على شي حاجه رقيقه باش تحل المينوط ديالها وحاولت بزاف ولكن ما قدراتش. وكنمشيو عند موسى اللي كان سايق طوموبيلته ولاحظ باللي البوليس جروا طوموبيلة هانا واستغرب بزاف وحس باللي وقعات ليها شي حاجه، ومشى للكوميساريه وقال للضابط بلا ممكن تكون هانا في خطر. والضابط طلب منه يعطيه المعلومات ديالها، ولكن موسى ما كانش عارف سميتها الكامله. وكنرجعوا للباطو تاني والبنات بجوج كيهضروا وتعارفوا على بعض، وهيديز كانت خايفه تموت ولكن هانا قدرت تلقى سلك صغير وكتحاول تفتح به القفل.
ولكن تايجر دخل عليهم وكان جايب ليهم الماكلة والماء وشربوا ديك الساعة بلا تفكير حيت ما شربوش الماء من مدة طويلة. ومورا ما خرج تايجر هانا عاود حاولت تحل القفل ولكن بدات كتحس بدوخة غريبة ومورا تواني هيديز فقدات الوعي. وتايجر دخل عليهم وخدا السلك من هانا وقال ليها انتي كتقاتلي باش تنقدي راسك وانا كنبغي اللي كيتقاتل. وقال لها باللي الماء اللي شربو كان فيه مخدر وانتي غتفقدي الوعي بحال هيديز. ومورا ما فقدت هانا الوعي فاقت ولقات راسها مربوطة في كرسي فوق سطح الباطو وشافت هيديز مربوطة في الأرض. وتايجر مشى قطع خصلة من شعر هيديز ومن بعد طلع هيديز وداها فوق الماء وهانا كترجاه باش يحبس ولكن تايجر طبعا ما مسوقش لكلامها وعلق هيديز في الهواء وتحتها كانوا بزاف ديال القروش. وتايجر نزل هيديز وهي كتغوت بالجهد من الرعب والقروش هجموا عليها وبداو كياكلوها وتايجر كيصورها والقروش كياكلوها وهانا غادا تحماق من داكشي اللي كتشوف. وتايجر كان مستمتع بزاف بالمنظر وكيقول باللي هذا أجمل عرض شافه في حياته. وهيديز كتكون ماتت وتايجر كيقول لهانا نوبتك غدا وكيرجع هانا لبيتها وكيمشي هو يسكر ويشطح وكيخرج خصلة شعر هيديز وكيديرها في الصندوق مع الشريط اللي صور ليها وكيحتفظ بالصندوق مع الصناديق الضحايا السابقين وكان فهموا باللي هو شخص مريض عقليا. في النهار الثاني كنشوفوا بقايا هيديز في الماء وتينكر كيدخل عند هانا وكيعطيها الماكله والماء ولكن هي كترمي الطبسيل عليه وكتقول ليه بعد مني وهو كيقول لها انا كنبغي بزاف اسماك القرش وهما مفيدين للنظام البيئي داكشي علاش خاصني نقدم لهم الماكله باش يعيشوا. ولكن هي كتقول ليه انت غير كتخربق انت مريض كتقتل العيالات حيت امك ما كانتش كتبغيك ولا وقعت ليك شي عقده في حياتك انت حوتاله وما عندكش لاش تعيش. ولكن تينكر كيبقى هادي بزاف وما كيتاثرش بكلامها وكيخليها وكيمشي. هنا كتلاحظ باللي كاين سطل جنبها وكتقرر تهرسو وصنعات منه سلاح وكنشوفو تينكر وهو كياكل وكيتفرج في شريط هيديز وهي كتموت وكيمشي يصنع مخدر جديد وكيديرو في حقنه وكان غادي يعطيه لهانا ولكن كطعنو بالاداه الحاده والحسن الحظ كيفقد الوعي وكتاخد منه المفاتيح وكتحرر راسها وكانت غتاخد منه الخنجر ولكن كيفيق وهي تخرج تجري وهو يتبعها وقدر يعطيها حقنة المخدر وضرباته في وجهه وكملت تجري حتى وصلت لقمرة القيادة وحاولت تواصل مع خفر السواحل ولكن الجهاز كان خاسر وكتشوف قارب من بعيد وكتبدا تنادي عليه وكتطلب المساعدة ولكن طبعا ما سمعها حتى واحد. وتينكر كيجي وكيقرب منها وهي كتشد الكاميرا وكتخوف بها ومن بعد كترمي الكاميرا في الماء وكتقفز في الماء وكتعوم في اتجاه المركب ولكن مفعول المخدر خدم وفقدات الوعي وتينكر كيسحبها بالخطاف. في الصباح الشرطة كانت صيفطة خفر السواحل باش يقلبوا على هانا وموسى كتجي في باله فكرة وكيحل تطبيق كيستعملوه راكبي الأمواج حيت التطبيق كيبقى يصور البحر طول النهار باش يعاون راكبي الأمواج يعرفوا حركة الموج. وموسى كيستغل هاد الشيء وكيتفرج في تسجيل الكاميرا ديال ديك الليلة ومورا ما كدوز طوموبيلة هانا كيشوف طوموبيلة تينكر كدوز من الجهة الثانية مورا نص ساعة وكيلقى شعار شركة تينكر في الطوموبيل وكيقلب على شركة تينكر في الانترنت وكيعرف باللي كدير رحلات غطس في الماء وكياخد رقم تينكر وكيعيط ليه باش يسولو واش شاف هانا ولكن التليفون كان مطفي وكيقرر يمشي لبلاصة المركب ديال تينكر وفي نفس الوقت تينكر كيرجع بالمركب للميناء وهانا كتحس بداك الشيء وكتحاول تغوت باش شي حد يسمعها ولكن صوتها ما كيخرجش بسبب اللصاق اللي على فمها. وتيكر كيخرج من المركب وصاحبه اللي سميتو دايف كيسولو مالك رجعتي بكري ما مولفينش عليك ترجع في هذا الوقت. تيكر قال ليه انا غادي نشري شويه ديال المعدات ومشى لاقرب متجر وشرى كاميرا جديده. في نفس الوقت موسى كيوصل للميناء وكيلقى باب المركب ديال تيكر مسدود من بعد كيسمع صوت جاي من التحت وملي كيحط ودنه كيسمع صوت هانا كتطلب المساعده فكيقرر يهجم على المركب وكيلقى هانا وكيزول ليها اللصاق اللي على فمها وكتقول ليه انا مخطوفه سير عيط للبوليس وغادي نشرح لك كل شيء من بعد. وفعلا كيطلع الفوق باش يشد الريزو ولكن تيكر كيوصل وكيضربه وكيهرس ليه تليفون وكيطعنه بالخطاف في ظهره. كان غيقتلو ولكن موسى ضربه في وجهه وطيحه الارض
ومن بعد خنقوه بالعصا وكان قريب يقتلو. ولكن لسوء الحظ ديف كيوصل وكينقذ تيكر وكيتصدم ملي كيسمع صوت هانا كتغوت كتطلب المساعدة. كان يلاه غيسول تيكر على شنو واقع، ولكن تيكر طعنو بالخطاف في راسو وقتلو، حيت ديف ما عنده حتى معلومة على الجرائم ديال تيكر. وتيكر كيهز موسى للسرير حدا هانا، وموسى كيعتذر لهنا وكيقول ليها للأسف ما لحقتش نعيط للبوليس، وهي كتقول ليه انت جيتي باش تنقذني، انت بطل بالنسبة ليا ودرتي كتر من جهدك. وموسى كيسولها علاش خليتيني ومشيتي؟ كتقول ليه حيت كنبغي نكون بوحدي. موسى قال لها تا واحد ما كيبغي يكون بوحدو، انتي غير خايفه تدخلي في شي علاقه وتندمي حيت ما تعاملتيش مزيان من قبل، بالرغم من انك كتستحقي تعاملي مزيان. وتيكر كيدخل عليهم وكيقاطع الحوار ديالهم حيت قرر يلوح واحد فيهم للقروش. ومن بعد ما خدرهم موسى كيفيق وكيلقى راسو مربوط في واحد الرافعه، وتيكر كياخد خصله من شعره وكيبدا يهز جهه الماء والقروش كتدور من تحته. طبعا موسى كان كيغوت، ولكن هانا كتهديه وكتقول ليه ما تغوتش وما تحركش حيت القروش ملي كتشم ريحه الخوف كتهجم على الفارسه. وموسى كيسمع كلامها وكيهدى، وفعلا القروش كتدوز من حداه وما كدير ليه والو، ومن بعد كتمشي بعيد. وتيكر كيتعصب وكيطلع موسى وكيطعنو في كرشو شحال من مرة باش يجلب انتباه القروش، ومن بعد كيبدا ينزلو في الماء، ولكنه كيوقف ملي كيشوف طيارة هليكوبتر كتقرب منهم، فكيقرر يخبي موسى وهانا في البيت حتى تدوز الطيارة. وموسى كان فاقد الوعي بسبب الألم الشديد، وهانا كتحاول تجرح يدها باش تحرر راسها، وفعلا كتنجح. وتيكر في هذا الوقت كان كيصايب مخدر جديد، وملي دخل البيت تصدم حيت لقى هانا اختفات، وهانا كانت مخبيه وسدات الباب موراها وهكا تكون حبساتو في البيت، ومشات باش تخدم المركب. ولكن تيكر قدر يلقى طريقه باش يحل بها الشرجم ديال البيت وقطع الضوء على المركب. هانا تقلقات وحسات بالاحباط، لاحظت باللي كاينه جزيره قريبه، فقررت تاخذ شعله باش تصيفط رساله مساعده لهذيك الجزيره. وملي بان تيكر حداها رمات عليه الشعله وجرات تخبات في الكوزينه. شافت شرجم كيطل على سطح المركب، فهرسات الشرجم بالطاسة وحاولت تدوز منه، لكن للأسف حوايجها تعلقوا في طرف ديال الزاج وتيكر وصو عندها وجرها لتحت، غير هي شدات الطاسة وضرباته بقوة وهربات. تيكر طلع لسطح المركب وشعل الكشاف وشافها كتعوم غادية جهة الجزيرة، حاول يصيدها بالخطاف ولكن هي كانت بعدات. تيكر ما كيخليهاش تمشي في أمان، كيتبعها بالفلوكة وهي كتعوم بأقصى سرعة عندها باش توصل للجزيرة. وفعلا قدرت توصل، ولكنه شدها في الشاطئ وكتم ليها النفس باش ما تخرج حتى صوت، حتى فقدت هانا الوعي ورجع بها للمركب. ربط هانا في الرافعة وربط موسى في الكرسي باش يتفرج عليها وهي كتموت، وكان كيدور تحت هانا قرش كبير. تيكر تنبهر بالحجم ديالو وهو كيقول لهانا هذا غادي يفترسك في ثواني. ومن بعد بدا كينزلها، وهانا كتحاول تبقى هادية تماما، والقرش ملي قرب ليها ضرباته برجليها. تيكر ضرب القرش بالخطاف باش يستفزو، القرش طيح الخطاف، وهانا شدات الخطاف باش تدافع به على راسها من القرش. ومورا ما بعد القرش هانا علقات الخطاف في الرافعة وبدات كتسلق باش تخرج من الماء، وتيكر كيصورها وكيقول ليها انتي عنيدة بزاف. وهانا قدرت تحرر راسها وطاحت في الماء، وتصدمات ملي شافت القرش جاي عندها من بعيد. حطت يديها على الجرح باش ما يخرجش الدم وتملكت أعصابها وبقات هادية. القرش داز من حداها وما دار ليها والو. تيكر كان كيقلب عليها وهي دخلات المركب بشوية وشدات الخطاف ومشات به جهة تيكر وطلقات عليه الخطاف وطاح في الماء، وبدا كيحاول يعوم ويدخل للقارب تاني، ولكن القرش وصل وهجم عليه وكلاه وقسم الجسم ديالو على جوج. الكاميرا كانت كتصوره كما كان كيصور الضحايا ديالو، والقرش كياخد جثة تيكر لبعيد والحبل كيطيح هانا في الماء. موسى تقلق على هانا ولكن ما كان في ايديه ما يدير، وموراها فقد الوعي، وهانا قدرت تحرر راسها من الحبل وشافت مركب في الماء، فرجعت بالزربة للمركب وحاولت تفيق موسى، وشعلت شعلة في السماء باش المركب الثاني يشوفها وينقذوهم. وفعلا قبطان المركب الثاني شافها وتوجه عندهم، وهي كتحاول تفيق موسى تاني وكتقول ليه أنا كنبغيك وانت الشخص الوحيد اللي كيهمني في الحياة دابا. وموسى كيفيق وكيقول لها حتى أنا كنبغيك بزاف وكنت عارف غادي تنجحي.